نشكر حضوركم اليوم للمشاركة في المؤتمر الدوري الثاني لحزب تجمع القلعة. هذا الحزب السياسي الذي تأسس عام 2013 باسم تجمع القلعة من قبل نخبة من الرجال الذين حملوا هم جماهير المدينة لإحداث التغيير المنشود وتقديم ممثل لهم في المجالس المحلية والبرلمانية النيابية. وكان في مقدمتهم المرحوم الأديب الأستاذ ناشد سمير الباشا رحمه الله، الرئيس الأول للتجمع. عمل التجمع في ظل ظروف صعبة جدا عندما كان الإرهاب يصول ويجول في المدينة ويستهدف المشاركين في العمل السياسي، وكان أحد أهدافه هم العاملون في هذا المجال. لقد خاض الحزب تجربة انتخابية في عام 2014 في الانتخابات البرلمانية، وقد نجح الحزب في لم وجمع أصوات المدينة في سلة واحدة، وحاز بحدود على 18,000 صوت رغم عدم فوز أحد مرشحيه في هذه الانتخابات. وفي عام 2017 تم إعادة تسجيل الحزب وسمي باسم حزب تجمع القلعة حسب قانون الأحزاب والكيانات السياسية، حيث انتمى إلى هذا الحزب أكثر من 2500 عضو من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، وساهموا في تسجيل الحزب، وتبرع الكبير والصغير لدفع رسوم تسجيل الحزب. أيها الأخوة الكرام، إن حزب تجمع القلعة وتجربته تعتبر تجربة فريدة على مستوى العراق، وتمثل حالة وعي سياسي متقدم ساهم المجتمع في إخراجها وإنضاجها، وتبناها ثلة من الرجال المتجردين عن مصالحهم الشخصية. لقد تعرض الحزب وقيادته إلى هجمة شرسة وممنهجة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تبنتها صفحات وهمية صفراء أشاعت الأكاذيب حول قياداته وحوله. ومع الأسف إن في مجتمعنا سماعون لهذه الأكاذيب. ولإيماننا المطلق بهذا العمل وبهذا المشروع ولحفاظنا عليه ودفعه إلى الأمل والتقدم، وأن لا يقف هذا المشروع عند مصالحنا وعند أشخاص معينين، قررت أمانة الحزب والمتمثلة برئيس الحزب وكل أعضاء الأمانة الانسحاب والاستقالة من الأمانة العامة للحزب والمكتب السياسي، وعدم الترشح لهذه الانتخابات في اختيار أمانة جديدة، ودفعنا إلى دماء جديدة من أبناء المدينة، شباب جدد وقيادات جديدة ليتبنوا على كاهلهم هذا المشروع إيمانا منهم بهذا العمل المهم. وأدعوكم جميعا إلى دعمهم ومكاتفتهم وعدم الالتفات إلى أي أكاذيب حولهم، فهم أبناءكم ومنكم ومن عشائركم الكريمة. فنتمنى منكم ومن كل الخيرين في هذه المدينة دفع ودعم هذا الحزب، لأن أساس عمل السياسي ونافذته هي الأحزاب السياسية. كل عمل سياسي انتخابي يحتاج إلى حزب سياسي عنوان رئيسي لهذا العمل. هؤلاء الشباب رغم هذه الظروف الصعبة تقدموا وعملوا على عاتقهم هذا الهم بعدما رأوا من هجمة شنيعة على كل الأعضاء السابقين، ولكن أثروا العمل. لذلك أتمنى من جنابكم الكريم دعم هؤلاء الأخوة والتصويت لهم ودعمهم في قابل الأيام. كل الشكر للأخوة العاملين والمؤسسين لهذا الحزب الذين تحملوا وجاهدوا وتحملوا الكلام وصرفوا من جهدهم ووقتهم ومالهم وسمعتهم. شكرا لهم من هذا المكان. الشكر موصول لجنابكم وللمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومكتب صلاح الدين للانتخابات الذين لم يتوانوا في دعمنا ومساعدتنا طيلة عملنا في هذا الحزب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.